اهلا بيكم في كلمه جديده وحدوته جديده مع اويس. كلمتنا النهارده هي صندوق النقد، وحدوتتنا هتكون من مصر. النهارده هنتكلم على حكايه مصر مع صندوق النقد الدولي، والحقيقه كلمه صندوق النقد دايما بتثير تحفظ عند المصريين وما بيحبوهاش، وانا موجود النهارده عشان اتكلم شويه هل التحفظ ده حقيقي ولا لا. كلمه صندوق النقد دايما مرتبطه عند المصريين باجراءات اقتصاديه عنيفه واصلاحات هيكليه وضغوط على المواطن المصري وارتفاعات في الاسعار وزيادات في سعر الدولار، وده بيخلي المواطن دايما كاره لكلمه صندوق النقد وما بيحبش فكره ان الدوله بتروح تستلف من صندوق النقد. هل الصندوق فعلا بيؤدي لده؟ هل الصندوق ليه دور في الضغوطات اللي بيتعرض فيها المواطن؟ هل الخطط الصندوق بتكون فاشله وغير ناجحه؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. لجأت مصر لصندوق النقد الحقيقه 10 مرات قبل الاتفاقيه الاخيره دي، والعشر مرات دول حصلوا في عهد رؤساء مختلفين من رؤساء مصر، وباك جراوندز مختلفة وبخطط اقتصادية وأفكار اقتصادية مختلفة. حصلت اتفاقيتين مع صندوق النقد في عهد الرئيس عبد الناصر سنة 62 و64 وقت ما كانت مصر يعني غارقة في فكرة الاشتراكية، وحصل كمان اتفاقيتين في عهد الرئيس السادات سنة 81 و88 في فترة التحول من فكرة الاشتراكية لفكرة الرأسمالية، وده طبعا كان بعد حرب أكتوبر وتأثيرها على الاقتصاد المصري. وحصل 3 اتفاقيات في عهد الرئيس مبارك سنة 93 و96 و98، ودي الفترة اللي كانت مصر بدأت فيها تاخد نهج رأس مالي بحت، واللي ظهر بشدة في أواخر فترة التسعينات من خلال برنامج الخصخصة وما تلاه في خلال فترة الألفينات ومعدلات النمو اللي مصر حققتها. وفي اتفاقيتين حصلوا في عهد الرئيس السيسي من بعد ثورة 25 يناير، كانوا في سنة 2016 وكانوا في سنة 2020. الاتفاق الأخير هو الاتفاق بتاع أكتوبر 2022. الحقيقه لما نبص بالارقام هنلاقي ان مصر بعد كل قرض بتاخده من صندوق النقد بتنجح انها ترفع معدلات نموها بشكل كبير. فمثلا بعد قرض سنه 64 مصر رفعت معدلات النمو بتاعتها من 3.9% ل 11%، وبعد قروض السادات في الثمانينات وقروض مبارك في التسعينات نجحت مصر في انها ترفع معدلات النمو بتاعتها من 2.5% ل 7%. الصندوق بيمنح المصريين نوعين من القروض، يا اما قروض تسهيل ممدده، يا اما قروض بتكون حاجه اسمها استعداد ائتماني او قروض لحل مشكله وقتيه. قروض التسهيل الممدده بتدخل في حل مشاكل هيكليه في الاقتصاد المصري، بتعيد صياغه الاقتصاد او الشكل اللي بيدار بيه الاقتصاد بشكل كبير، وبتكون قروض طويله الاجل بيكون دايما مرتبط بيها اشتراطات عشان اجراء الاصلاحات الاقتصاديه. في حين ان القروض الثانيه اللي هي بتكون قصيره الاجل او لحل مشكله وقتيه ما بيكونش ليها نفس الاشتراطات اللي ممكن البعض يراها مجحفه او شديده، وبالتالي احيانا ما بنشعرش بيها قوي او المواطن ما بيشعرش بيها قوي كتاثير على حياته ونمط معيشته العاديه. الشرط الثاني اللي حطه صندوق النقد المره دي هو زياده دور القطاع الخاص او اتاحه دور اوسع للقطاع الخاص. والحقيقه ان صندوق النقد بيتكلم دايما في فكره او من اشتراطاته دايما هي فكره ان الحكومه ما تتدخلش في الاقتصاد ويكون بعيده عن الاقتصاد. ليه؟ لان هو بيؤمن او بيبقى عايز يطبق فكره سوق المنافسه الكامل، وتدخل الدوله الحقيقه يمكن بيهز الفكره دي شويه، لان ما بتكونش المنافسه كامله بشكل كبير، لان الدوله بيكون ليها بطبيعه الحال امتيازات زياده عن اي حد في القطاع الخاص او اي جهه من جهات القطاع الخاص. هو بيبقى عايز جهات القطاع الخاص تتنافس فتحقق حاجتين، اولا تحقق فكره المنافسه الكامله ان هي بالتالي تبتدي تنزل بالاسعار للحد الادنى الممكن عشان يتنافسوا مع بعض، عشان كل واحد يضمن حصه سوقيه اكبر. والجزء الثاني كمان ان القطاع الخاص يتوسع في تعيين ناس جديده وتشغيل الناس، فبالتالي يحصل حركه رواج في الاقتصاد بشكل عام، وحركه الرواج دي تبقى حركه حقيقيه ناجمه من فكره ان الناس شغاله في القطاع الخاص والقطاع الخاص بيكسب، وبالتالي بيزيد الانفاق وحركه الفلوس تبتدي تزيد وتعلى اكتر واكتر. طيب هو احنا ليه بنلجأ اصلا للصندوق للاقتراض؟ الحقيقه احنا بنلجأ للصندوق لان هو المقرض ارخص مكان ممكن تاخد منه فلوس تستلف بفوائد قليله هو صندوق النقد، ولكنه دايما بيكون له اشتراطات. ايه الاشتراطات دي؟ الاشتراطات دي دايما بتكون مرتبطه بفكره ان انت ما تتعرضش للازمات اللي انت فيها مره تانية. ايوه بس احنا دايما بناخد القرض من الصندوق وبرضه بنرجع نتعرض للازمات. ما هو دي ما بتبقاش مشكله اللي بيعملوا الصندوق، لان احنا زي ما شفنا او الاشتراطات بتاعت الصندوق، لان احنا زي ما شفنا بعد دايما تطبيق مصر للاشتراطات اللي بيشترطها صندوق النقد لاعاده الاصلاح بيكون في معدلات نمو عاليه بدلا من المعدلات المنخفضه اللي كنا بنعاني منها. لكن الحقيقه هي بتبقى عدم استمراريه الدول في تطبيق الاصلاحات دي ورجوعها تاني للشكل اللي بيؤدي بيها الازمات، وبالتالي ترجع تحتاج لصندوق النقد تاني، فصندوق النقد يرجع يطلب منها نفس الاصلاحات تاني، وهكذا نفضل داخلين في دايره مفرغه ما بنخرجش منها. الهدف من الصندوق ان انت الازمه اللي انت بتتعرض لها ما تتعرض لهاش تاني، وبالتالي بيجي لك بحزمه اجراءات يقول لك عشان تتفادى الوقوع في الازمه دي مره تانيه محتاج انك تصلح واحد واثنين وثلاثه واربعه. طيب الاصلاحات دي بتبقى مفيده
مفيده للمواطن على المدى القصير لا، لانها بالتاكيد بتحطه تحت ضغط، لانها بتعدل من الحلول الوقتيه او بتتفادى فكره الحلول الوقتيه اللي هي ممكن تخليك تعيش سنتين ثلاثه كويس بس على 10 سنين تتزنق تاني. فبالتالي في اول سنتين او ثلاثه دول انت بتعاني، لكن بعد كده لو استمريت على برنامج الاصلاح والتزمت بيه او التزمت بالسياسات خلينا نقول اللي انت حطيتها، مش هتتعرض لهذا النوع من العوده للمشاكل والازمات اللي تضطرك انك ترجع لصندوق النقد تاني. صندوق النقد حاطط المره دي 4 شروط، واسمعني في ال4 شروط وما تحكمش الا بعد ما نخلص خالص. الشرط الاولاني هو انك ترفع الدعم. ببساطه صندوق النقد ما بيحبش فكره الدعم العيني، يعني ما تجيش تدي للناس بنزين بسعر وناس تانية بنزين بسعر تاني، ما يبقاش سعر العيش لناس بسعر والناس تانية بسعر تاني، لا، سيب السوق الحر. الصندوق بيدعم فكره السوق الحر، فبالتالي هو مش عايز يحصل تشوهات في هيكل الاسعار في الدوله، عشان ده ما يسمحش او ما يديش مساحه لان انت يحصل تلاعبات في الاسعار، ده من ناحيه، وكمان يتاكد ان الدعم بيوصل لمستحقيه ده من ناحيه تانية. والناحيه الثالثه والاهم ان انت ما تبقى متاكد ان انت ما بتدفعش كل شويه دعم، كل ما هو يديك فلوس تروح تحط الفلوس اللي هو بيديها لك دي في الدعم وترجع له بنفس المشكله تاني. لا، هو عايزك تدعم المواطن اللي انت عايز تدعمه بدعم نقدي، تديله الفلوس في ايده، هو بقى يروح يقرر هو عايز يشتري بيها ايه. والله عايز يصرف بيها على صحه، عايز يصرف بيها على تعليم، عايز يصرف بيها على دواء، هو يقرر هو عايز يصرف كام. كمان يكون في هيكل للدعم ده، يعني مش كل الناس بتاخد قد بعض، لا، في ناس بتاخد اعانه بطاله لفتره معينه، والله انت بيخش لك معدل دخل معين فبتاخد فلوس اقل شويه، في واحد تاني معدوم الدخل تماما فبياخد فلوس اكتر منك شويه عشان يقدر ان هو يعيش كويس. وفي نفس الوقت يحدد حد ادنى للاجور يكون عادل، لان ساعتها بتكون الاسعار كلها ثابته، معروف سعر لتر البنزين بكام ومعروف سعر كيلو اللحمه بكام، فنحدد ساعتها حد ادنى للاجور يكون عادل بيحقق او بيوازي اللي يكفيك ان انت تعيش كل شهر بفلوس معينه او بمرتب معين. الحاجة الرابعة والأخيرة هي توفير الدولار وفتح الاستيراد، وهنا يمكن دي مرتبطة برضو بالحاجة الأولانية شوية لما اتكلمنا عن رفع الدعم. الصندوق دايما بيهتم بفكرة ان الدولار يبقى بيتداول بقيمته الحقيقية، لان انت لما بيحصل سوق سودا بيبتدي يبقى الدولار مش متوفر والناس بتكتنز الدولار، وفي سعر للدولار في البنك وفي سعر للدولار بره البنك، وده نفس فكرة الدعم، ان انا يبقى عندي دعم عيني فيبقى في سعر للبنزين هنا وفي سعر للبنزين هنا وفي ناس بتاخده بسعر كذا وناس بتاخده بسعر كذا. لا، الصندوق ما بيحبش الكلام ده، وبيشوف ان ده بيتعارض مع فكرة السوق الحرة والسوق المفتوح، فبالتالي بيطالب دايما ان يكون في سعر عادل للدولار موجود جوه البنك وسعر حر ومرن بيتحرك مع تحركات الاسعار. اللي هنلاحظه ان احنا جينا في فتره 2020 اللي حصل ان مصر يمكن بشكل او باخر دعمت الدولار بشكل كبير جدا، رغم ان كان يمكن وضعنا ووضع الدوله ما يسمحش بان الدولار يكون بينزل او بيكون ثابت. فبالتالي هو الصندوق مش عايزك تاخد الفلوس فتصرفها في فكره انك تضخ دولار في السوق فتدعم الدولار لفتره وبعدين الفلوس اللي معاك تخلص فترجع تاني عندك مشكله في الدولار وتحتاج انك تعمل تحريك تاني للسعر وتعمل صدمات عنيفه في السعر، وبالتالي من ناحيه تانيه ترجع للصندوق وتقول له انا محتاج دولار وسلفني. لا، هو مش عايزك تعمل كده، هو بيقول لك خلي الدولار سعره مرن طبقا لحالتك الاقتصاديه وابتدي اشتغل على الاصلاحات الهيكليه، اوتوماتيك الدولار سعره هيتعدل. ولو الدولار سعره ما تعدلش هو من ناحيه تانية بيقول لك ما هو المفروض ان انت بتعمل نمو اقتصادي، وخلوني اشرح لكم الحته دي بشكل سريع. انت ما يفرقش معاك سعر الدولار بكام لو انت مرتبك بيزيد وقادر انك او قوتك الشرائيه بمعنى اصح بتزيد. فازاي الدوله تدبر موضوع القوه الشرائيه ده دور الدوله هنا، انها تزود قوه الاقتصاد فالقوه الشرائيه بتاعتك انت تزيد. والله بقى الدولار ب 20 جنيه، الدولار ب 25 جنيه، الدولار ب 5 جنيه، المفروض ان انت يبقى معاك ما يكفي انك تعيش بشكل كويس وتقدر انك تكبر وتنمو، سواء بقى ان احنا نصنع داخليا، نستورد من جهات تانية، ما نعتمدش على الدولار بشكل اساسي. بغض النظر اللي ده ممكن ناخده في حلقة تانية الدولة ممكن تعمل ايه عشان تعمل الكلام ده، لكن الفكرة كلها هي قوتك الشرائية. وخلوني افكركم بتطورات حديث التخرج ممكن ياخدها في مصر. لما كنا بنتكلم مثلا في فترة الالفينات فكنا بنتكلم في انه ممكن يطلع ياخد 500 600 جنيه او 700 جنيه وكان بيعيش كويس. مش بقول لك انه عايش عيشه مترفه او مرفهه، ولكن معقول. والرقم ده اتطور بعد كده في فتره النص الثاني من الالفينات لرقم من 2000 1200 و1300 و1800، وبعدين اتطورنا ل 3000 و4000 جنيه. يعني حديث التخرج دلوقتي ممكن يكون بيتكلم في 4000 جنيه مثلا كراتب، طبعا بنتكلم على القطاع الخاص يعني. فهنا دي فكره الصندوق، فهو بيقول لك وفر الدولار وافتح الاستيراد، اعمل حاله رواج في السوق وشيل القيود اللي انت حاططها على الاستيراد دي، واستورد حاجات هياكل انتاج او مدخلات انتاج، وظبط الصناعه عندك، ووفر المنتجات في الاسواق، خلي الناس
تشتغل وتصرف، وكل ما الناس تصرف بتظهر شغلانات جديده وتظهر فرص جديده في السوق، وبالتالي الناس بتوجد طريقه انها تحصل منها على الايراد مره اخرى، وده كده يكبر حجم الاستيراد. ساعتها مش هيكون مهم سعر الدولار قوي، هيفضل مهم طبعا عشان تسيطر على الاسواق بشكل او باخر، لكن انت المفروض ما يبقاش هدفك انك بتارجت سعر الدولار، انت المفروض هدفك يبقى ايه؟ انك بتكبر السوق بتاعك او بتكبر حجم الاقتصاد بتاعك. وده بالظبط اللي قاله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لما طلع واتكلم، قال البنك المركزي سياسته دلوقتي مش استهداف سعر الدولار، ولكن استهداف التضخم من ناحيه وزياده معدلات النمو من ناحيه ثانيه. فاذا احنا هدفنا دلوقتي في مصر معدلات النمو تزيد، التضخم ما يبقاش عالي، حضرتك اوتوماتيكلي مرتبك يبتدي يزيد او حجم الفلوس اللي تقدر تتحصل عليها او الدخل بتاعك يبتدي يزيد، فما يبقاش عندك مشكله في القوه الشرائيه. تالت حاجة اتكلم عنها صندوق النقد وطلبها هي خفض حجم الدين الخارجي، ودي يمكن حاجة احنا متفقين معاها ان احنا محتاجين نقلل من ديوننا الخارجية. مصر بدأت ديونها الخارجية توصل لرقم قريب من ال 160 مليار دولار، وده رقم غير مسبوق، ونسبة الرقم ده من حجم اجمالي الناتج المحلي بدأت تعتبر كبيرة شوية، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نقلل من حجم الديون الخارجية بتاعتنا وما نستدينش اكتر من كده عشان ما نبقاش في مخاطرة ان احنا ما نقدرش نسد الديون بتاعتنا. الحقيقة أنا كنت ناوي أتكلم على مصر كآخر دولة في سلسلة الحلقات دي عشان يبقى ختامه مسكي يعني، لكن أم الدنيا بقى بتأبى إن إحنا نتجاهلها في الفترة دي على الأقل لحد ما نوصل لآخر الحلقات، عشان تفرض نفسها بقوة من خلال التحركات الكتير والأخبار دايما الجوهرية اللي بتكون مرتبطة بمصر. دي كانت كلمتنا النهاردة، وهي صندوق النقد، وحدوتتنا كانت من أم الدنيا مصر. ارجو ان الحلقه تكون عجبتكم، وعايز اسمع رايكم. هل انتوا فعلا بتشوفوا ان صندوق النقد بيضر بمصلحه الاقتصاد المصري عند اللجوء اليه، ولا بيدعمنا بشكل كبير؟ هل الحلقه او الكلام اللي قلناه غير من وجهه نظرك؟ تابعوني دايما في كلمه وحدوته مع ويس على Financial Freedom Today، وما تنساش تعملوا فولو وشير للفيديو. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جايه.